اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير يا حبايبي، مساء الهنا على عيونكم. معايا هنا 2 كيلو شطة منوعة كده، شطة سبايسي وشطة باردة وفلفل رومي، ماشي. ومعايا هنا 7 ليمونات أنا مقشراها، هنطلع منهم البذر برضو. هنعمله دجة برطمان دجة كده بالشطة طبعا والفلفل الرومي ده وبالليمون وبالملح. بينفع بقى لما تحطيه في التلاجة كده، بينفع بتحشي منه مثلا سمك راح تقليه، تتبيلة سمك مقلي، تتبيلة سمك مشوي، او ممكن تحط معلقة بقى على البتنجان مشوي اللي هو ايه بابا غنوج كده يعني. احنا صراحة بنقول عليه بتنجان مشوي، ماشي. خلي البساطة يا احمد. حبايب قلبي ربنا يخليكم لي وما يحرمنيش منكم ابدا، لو اني انا زعلانة منكم عشان انتوا نسيتوني صراحة. هنا زي ما انتوا شايفين انا طبعا قطعت الشطة على الليمون. هنحط 3 معالق كده ولا 4 معالق توم مفروم. معايا التوم اهو، ماشي. وهنضيف ملح حسب الكمية اللي معايا بقى، ايه الملح دي حسب الكمية اللي معاكي، ماشي. وطبعا انا بصراحة هنعمل بالمخرطة، انا ما عنديش كبة صراحة، وخفت نعمل الكمية دي في الخلاط نبوظه، لان الخلاط بيعوز مية، لان زي ما قلت لكم الخلاط بيعوز ميه، ان انا يعني هنضيف فيه ميه او خل عشان خاطر يضرب الشطه وكده. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. صراحه التتبيله دي يعني ممتازه ممتازه، لما بتضيفيها وتحطها في التلاجة ممتازه، بتوفر عليكي وقت وجهد. يعني مش كل شويه هتجيبي مثلا تدق دقه للسمك او تدق دقه بقى للبتنجان او اي حاجه بتعملها في المطبخ، او تتبيله سمك او كده يعني. بصوا زي ما انتوا شايفين انا طبعا خرطتها كده بالايه بالمخرطه عشان انا ما عنديش كبه. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي والله ما بتاخد اي حاجه خالص، يعني شويه كده وبتبقى زي الفل معاكي زي ما انتوا شايفين كمان. معايا طبعا ليفت ومعايا كرومب، ماشي. دي كرومب صيفي، ماشي. وطبعا معايا ربطتين ليفت وكده انا قطعتهم كويس، وهنغسلهم وهنعمل نخللهم مع بعض. هنا معايا قرن فلفل رومي، طبعا راح نقطعه كده قطع صغير عشان هنضربه في الخلاط، ماشي. وهنعصر عصرة ليمونة واحط خل وملح، ماشي. انا ما بنحبش نضيف بنجر ولا حاجة، يعني هو المخلل يعني ايه اللفت بيكون احمر وحلو، يعني حمره حلو، مش محتاج بنجر معايا ولا حاجة. هو هنعصر عصرة الليمونة الحلوة ديت، ماشي. وهنضرب الكلام ده كله في ايه في كوز الخلاط اهوت. هنضيف خل كمان كده. سارة بتقولي الخل مش باين يا ماما، عشان نحط بس نص كوباية خل كده، ونحط طبعا زي كوباية ونص ملح، والكلام الحلو ده كله ضربته مع بعضه في الخلاط. هننزل بيه على المخلل بتاعي، حلفه ونسيبه شوية ايه زي ربع ساعة كده او نص ساعة يدبل بس، وبعد كده نعبيه في البرطمان. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. وحشيني والله العظيم يا حبيبي، انا من زمان يعني عايزاكم تشجعوني كده وتقولوا الكلام كويس، عشان انا من صراحة انا كنت تعبانة وما فيش حد يعني من اللي بتتابعني قال لي الف سلام عليك يا ام يوسف ولا اي حاجة خالص، ونسيتوني صراحة، زعلانة منكم. هنا طبعا هنعبي المخلل، ماشي. معايا كده ننزل بس طبعا هو ملحه فيه وكل حاجة ولفاه الخل والليمونة وكل حاجة، بس هننزل بس بالمية. المية الحمرا ديت اللي كانت في قعر
الكروانة اللي انا كنت متبلة فيها المخلل، لفة فيها المخلل. شايفين جماله؟ المخلل دي بيكون تحفة صراحة، الكرنب مع اللفت بيكون جميل ما شاء الله. وكمان لما تضيف عليه بصل من الاحمر دي، بس ايه، تدفي مية سخنة للبصل الاول وبعد كده تحطيه زي ما انتم شايفين. ما شاء الله حاجة عظمة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. شوفوا وشكم على خير في فيديو جديد يا حبايبي.